المغرب وما أدراك ما المغرب، أيقونة من الجمال الرباني في شمال أفريقيا، ومن أجمل البلدان العربية أرض وشعب ومناخ ومعيش. وبعيد عن جمالية هذا البلد العزيز، فحلقتنا اليوم راح تصدمكم بالجانب الآخر المليء بالإنجازات والمشاريع اللي قدر فيها المغرب يتفوق على دول العالم. مدينة طنجة المغربية أقدم مدينة في المغرب، ويعود تاريخها إلى أكثر من 1600 سنة قبل الميلاد. احتلت قمم 3 جبال في المغرب المراكز الثلاثة الأولى عربيا من حيث العلو، فتأتي قمة جبل توبقال في المركز الأول، وقمة جبل وانو كريم في المركز الثاني، وقمة جبل العياشي في المركز الثالث. بينما تعتبر جبال الأطلس الكبير في المغرب أعلى سلسلة جبال في شمال أفريقيا. تعتبر المملكة المغربية من أقدم المملكات عبر التاريخ، وتعد ثاني أقدم مملكة بعد بريطانيا. وبدأ نظام الحكم الملكي فيها منذ عام 788 ميلادية بدون توقف حتى يومنا هذا، وبذلك تعتبر الأسرة الحاكمة في المغرب من أقدم السلالات الملكية في العالم. ويعتبر النظام الملكي المغربي الوحيد في شمال أفريقيا، وواحد من ضمن 3 أنظمة ملكية في أفريقيا إلى جانب ليسوتو وسوازيلاند. تعتبر جامعة القرويين في المغرب، واللي تأسست عام 877 ميلادية، أقدم جامعة في العالم وفقا لتصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية واليونسكو، واللي بدأت كجامع صغير ثم جددتها السيدة فاطمة الفهرية. وما زالت هذه الجامعة تعمل كمؤسسة أكاديمية في المغرب حتى الآن. يعد المؤرخ المغربي محمد بن عبد الله بن إدريس المشهور بالشريف الإدريسي صاحب أدق خريطة للعالم رسمت في زمنه، وذلك في عام 1153 ميلادية. المغرب البلد الوحيد في شمال أفريقيا اللي حافظ على سيادته من الامتداد والتواجد العثماني منذ تأسيس الدولة العثمانية عام 1299 وحتى سقوطها عام 1922. أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا كان المغرب، وذلك في عام 1777. مدرسة سيدي زيان، واللي بنيت عام 1907، أول مؤسسة للتعلم الرسمي العمومي في المغرب، وتغير اسمها فيما بعد إلى المدرسة الإسلامية الحضرية. يعتبر نادي أولمبيك آسفي أول نادي رياضي لكرة القدم يتأسس في المغرب، وذلك في عام 1921. نال المطبخ المغربي المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والثاني عالميا بعد فرنسا في عام 2012 من حيث التنوع وكثرة الأصناف والاختيارات. تعتبر محطة نور ورزازات في المغرب 7 محطة للطاقة الشمسية في العالم يتم إنشائها، وأكبر مزرعة عالميا في الطاقة الشمسية المركزة، واللي بدأت بالعمل في عام 2013. تعد مزرعة رياح طرفاية في المغرب ثاني أقوى منشأة لتوليد طاقة الرياح في أفريقيا بقدرة توليد 301 ميجاواط، وتمتد على مسافة 100 كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر منشأة برية في القارة الأفريقية، وتم تشييدها في عام 2015. يتصدر المغرب البلدان الإسلامية على مستوى دول العالم في عدد حفظة القرآن الكريم بالنسبة لعدد السكان، وتجاوز عددهم تقديريا في 2015 1,100,000 حافظ وحافظة، وقد يتجاوز عددهم اليوم 2 مليون حافظ وحافظة. وتبوأ الكثير من أبناء هذا البلد الكريم مراكز عالمية متقدمة في مسابقاته. وفي 2015 حصلت مدينة مراكش المغربية وبشكل رسمي على أول مدينة سياحية على مستوى العالم. وفي عام 2019 صنفت في المرتبة الخامسة ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية، وتقدمت على مدن عالمية مثل نيويورك وطوكيو بحسب موقع تريب أدفايس المتخصص في السفر. ولا زالت مراكش إلى الآن تحظى بنفس الاهتمام والسمعة السياحية العالمية. في عام 2016 حصد المغرب المرتبة الأولى عربيا وال51 عالميا ضمن أفضل الدول الجالبة للاستثمارات الخارجية بحسب مجلة فوربس الأمريكية. وفي القطاع الفلاحي والزراعي حل المغرب في المركز الثالث عالميا في إنتاج التين، والثالث عالميا كذلك في إنتاج الزيتون عام 2019. احتل المغرب في صناعة الصيدلة المرتبة الأولى عربيا والثاني أفريقيا في عام 2019 من خلال وجود 51 منشأة صناعية للصيدلة. دخل قطار البراق المغربي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالقنيطرة
البصرة والرباط في المرتبة الثانية من حيث أسرع القطارات على مستوى العالم لعام 2019 بسرعة بلغت 320 كيلومتر في الساعة. والمغرب البلد العربي الوحيد والأفريقي الوحيد اللي يمتلك قطار بهذه السرعة حتى يومنا هذا. يعتبر المغرب أكبر مصدر لسمك السردين في العالم، ويمثل إنتاجه ربع صادرات العالم بأسره حسب آخر إحصائيات لعام 2020. المغرب الأول عربيا وأفريقيا والرابع عالميا في مستوى الأداء المناخي للحد من الاحتباس الحراري لعام 2021. تصدر المغرب الدول العربية وحصد المركز السادس عشر عالميا لعام 2021 في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة. احتل المغرب المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا بالتساوي مع جنوب أفريقيا في عدد الجامعات بقائمة أفضل 500 جامعة عالمية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للحقوقية. احتل المغرب المرتبة السادسة في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الأفريقي، وال85 على المستوى العالمي لعام 2021. في مجال تجميع السيارات وتصديرها حل المغرب في المركز الأول عربيا والثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، بينما سيكون الأول في شمال أفريقيا في إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل عن طريق شركة أوبل الألمانية في نهاية 2021 وبداية 2022. قلت أن المغرب يجمع السيارات، والصحيح أن المغرب يقوم فعلا بصناعة السيارات. وحل المغرب أيضا في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والمرتبة ال15 عالميا من حيث الاستثمارات في صناعة الطيران لعام 2021. المغرب أكبر مصدر لمعدن الفوسفات عالميا، ويمثل 70% من إجمالي احتياطي الفوسفات في العالم حتى يومنا هذا. البلد الوحيد اللي تنمو فيه شجرة الأرجان بشكل طبيعي هو المغرب، ويستخدم زيت هذه الشجرة بكثرة في الصناعات التجميلية. تعتبر قصيدة الملعبة التي ألفها الشاعر الكفيف الزرهوني في القرن الرابع عشر الميلادي أقدم نص مكتوب وصل إلى عصرنا الحالي بالدارجة المغربية. اعتبرت المخازن الجماعية التي كانت تخزن فيها أموال وممتلكات الأسر الأمازيغية على أنها أقدم نظام بنكي في العالم منذ القرن الخامس عشر، وعرفت باسم الإيجيدار، وهو الاسم الذي اشتق منه مسمى مدينة أغادير المغربية. يعتبر عبد الواحد بن مسعود السكرتير الأول للعاهل المغربي مولاي أحمد المنصور أول سفير عربي وأفريقي في بلاط الملكة إليزابيث الأولى عام 1600 ميلادية في إنجلترا، بهدف الترويج للتحالف المغربي الإنجليزي ضد إسبانيا ولزيادة العلاقات التجارية. يتواجد في المغرب حوالي 4200 صنف من النباتات العطرية والطبية، ما يجعله في المركز الأول عربيا وأفريقيا وفي المركز الثاني عالميا. بينما في تصدير هذه النباتات فقد احتل المركز الثاني عشر على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال الخروب وأكليل الجبل والزعتر وزيت الأركان. يضم المغرب أكبر مساحات من غابات الأرز بين دول حوض البحر المتوسط، وتمتد على مساحة 134 ألف هكتار. يملك المغرب أطول شريط ساحلي على مستوى الوطن العربي بطول 3500 كيلومتر، ويأتي في المرتبة 33 على مستوى العالم في هذا التصنيف، ويمتاز بتوفره على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. يملك المغرب أكبر عدد من السدود على مستوى أفريقيا بعدد 149 سد كبير و133 سد صغير في طور الاستغلال. يعد المغرب أكبر بلد عربي في عدد الأفلام العالمية التي تم تصويرها خارج استديوهات هوليوود في أمريكا، ومن أشهر هذه الأفلام كوين أوف ذا ديزرت وكينجدوم أوف هيفن وجلاديتر. بورصة الدار البيضاء في المغرب ثالث أقدم بورصة في أفريقيا من حيث التأسيس، والتي تأسست عام 1929، والأولى على شمال أفريقيا والسادسة عربيا من حيث القيمة السوقية. في عام 1991 تم العثور على العديد من البقايا البشرية في جبل إيجود الذي يقع في إقليم اليوسفية بالمغرب، وبعد 26 سنة من الأبحاث وبواسطة استخدام التقنيات الحديثة وتحديدا في عام 2017
قدر أن عمرها يعود ل300 ألف سنة على الأقل، ما يجعل منها أقدم الآثار المكتشفة للإنسان العاقل في العالم. العداءة المغربية نوال المتوكل أول امرأة عربية وأفريقية تحرز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، وذلك في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وفي نفس الأولمبياد حقق العداء سعيد عويطة إنجاز تاريخي كبير للمغرب وللعرب بحصوله على المركز الأول في سباق 5000 متر ونيله للميدالية الذهبية وتحطيمه للرقم القياسي السابق، بالإضافة إلى إنجازات أخرى تلت هذا الفوز مع تحطيم أرقام قياسية جديدة. ولم تتكرر مثل هذه الإنجازات العربية حتى يومنا هذا. يعد مسجد الحسن الثاني الذي اتخذ من ساحل مدينة الدار البيضاء المغربية موقعا له واحدا من أكبر المساجد على مستوى العالم ومن أجملها، وافتتح المسجد أبوابه في عام 1993، ويعتبر الأكبر مغربيا والرابع عربيا والثالث أفريقيا والثالث عشر على مستوى العالم. يعتبر المغرب أول بلد عربي وأفريقي يقدم ترشيحه لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 1994، وهو الأول عالميا في عدد طلبات الترشح بواقع 5 مرات، آخرها كان على تنظيم كأس العالم لعام 2026 الذي ذهب لصالح ملف كندا وأمريكا والمكسيك. يعتبر ميناء مدينة طنجة المغربية الميناء الأكبر في أفريقيا، والذي تم الإعلان عن بدء تطويره في عام 2003 ليتم الانتهاء من تطويره وعلى مراحل في 2019، بينما يحتل المرتبة الثانية عربيا بعد ميناء جبل علي في دبي بدولة الإمارات من حيث المساحة والاستيعاب. أما ترتيبه العالمي فقد أتى في المرتبة 24 في لائحة أضخم وأنشط الموانئ العالمية، ويقع هذا الميناء الكبير على واحد من أهم الممرات المائية العالمية وهو مضيق جبل طارق. يحتضن المغرب أكبر مسرح عربي وأفريقي على الإطلاق بمساحة 47 ألف متر مربع اللي صممته المعمارية العراقية العالمية زها حديد، ويعتبر هذا المسرح تحفة فنية معمارية تضاف للجمال المعماري الموجود في المغرب، وبدأ العمل فيه في عام 2014 وتم افتتاحه في 2021. في عام 2015 حصلت مدينة إفران المغربية على المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والسابعة عالميا في تصنيف أنظف المدن، وتقدمت وقتها على مدن عالمية مثل كاليغاري الكندية وهونولولو في ولاية هاواي الأمريكية ومدينة فرايبورغ الألمانية. في يوليو عام 2016 خطف جسر محمد السادس المعلق على نهر أبي رقراق بين مدينتي سلا والرباط في المغرب لقب أكبر جسر معلق في أفريقيا. يعتبر نفق الموحدين الموجود في المغرب وتحديدا في مدينة الدار البيضاء أطول نفق مخصص لخطوط السيارات على مستوى العالم العربي وأفريقيا، بطول يصل إلى كيلو 900 متر تقريبا، وبدأ العمل فيه في عام 2017 وتم افتتاحه في شهر مايو في 2021 بحسب تصنيف مجلة كوندي نست الأمريكية لعام 2018 والمتخصصة في السفر والسياحة. فقد حصل فندق المأمونية في مدينة مراكش المغربية على أفضل وأجمل فندق في العالم، وما يميز هذا الفندق الفخم انك ما راح تلقى مؤشر عدد النجوم اللي تم تصنيفه فيها، والسبب بحسب مسؤول في الفندق لأنهم تجاوزوا الفئة القصوى. بحسب منظمة السياحة العالمية لعام 2019 فقد احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا وأفريقيا والمرتبة 35 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين اللي وصل عددهم إلى 12 مليون و900 ألف سائح. ومن المرجح أن يتصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في السنين القادمة امتلاكه مقومات حضارية عريقة ومتنوعة خلفت الكثير من المعالم الأثرية الفريدة، بالإضافة إلى الكثير من الفنادق الفخمة والراقية المجهزة لاستقبال مختلف السياح، مع وجود مقومات طبيعية مختلفة وتضاريس متنوعة ومناظر طبيعية جميلة حظي فيها المغرب بسبب موقعه الجغرافي المتميز. نال المغرب مراكز متقدمة في البنية التحتية على المستويين الأفريقي والعربي، ويشهد هذا
القطاع تطور كبير وملحوظ بخطط عصرية وحديثة في السكك الحديدية ومحطات القطارات والأنفاق والطرق السريعة والمطارات، ليحتل المرتبة الأولى على شمال أفريقيا والسادسة عربيا في جودة البنية التحتية الشاملة، بينما حصل على المرتبة الخامسة عربيا وتحديدا في جودة الطرق بحسب إحصائية 2019 للمنتدى الاقتصادي العالمي. حل المركز المالي في مدينة الدار البيضاء المغربية على المركز الأول أفريقيا والثالث عربيا في مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2020 بحسب شركة الاستشارات البريطانية ومعهد التنمية الصيني. من حيث التأثير الثقافي والتراثي لعام 2021 فقد حصل المغرب على المركز الخامس عربيا وال38 عالميا في هذا التصنيف بحسب مجموعة باف للإحصاء والاستطلاع. وفي جانب آخر يستعد المغرب لبناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا في مدينة الدار البيضاء، ومن المرجح اكتمال هذا المشروع في العام 2027 وفقا للخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي. أسأل الله بأن يحفظ المغرب وأهله وجميع البلدان العربية والإسلامية، ونتمنى دائما النجاح والتوفيق والريادة لهذا البلد الحبيب المملكة المغربية الشريفة.